كان ممكن يكون ملك تشيلسي، كان ممكن ظهره يمنعه إنه يلبس الشورت من أساسه، كان ممكن شوكة في رجله تقفل الكارير من أوله، ولكن هو قرر يكون ستيفن جيرارد. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. اهلا وسهلا بيك يا صديقي في حلقه جديده من برنامج في الكورنر. في الكورنر في المكان اللي بنقعد فيه على جنب ونشوف كل حاجه من وجهه نظر مختلفه ومن منظور تاني خالص. معاكم بسام علي، اوعدكم ان انتوا هتستمتعوا ويمكن كمان تطلعوا معلومه مفيده ويمكن لا، الله اعلم، ولكن اوعدك يا صديقي ان انت هتستمتع. مشروبك المفضل ولا بقى نبدا الحلقه بتاعتنا؟ وما تنساش صلي على النبي. ستيفن جيرارد يا صديقي اتولد سنة 80 في مدينة ليفربول، وهو من صغره ما عندوش هزار في الكورة. كان بيلعب في الشارع يا صديقي وهو صغير. في يوم وهو بيلعب تدخل شوكة في الجنينة في رجله عشان توصل لوتر من أوتار رجله كانت ممكن تخليه ما يتحركش نهائي. ده غير يا صديقي إنه هو صغير كان بيعاني من مشاكل في ظهره. ساعتها الدكاترة لما شافوه قالوا الواد ده مستحيل يكمل لعب كورة. ولكن جيرارد يا صديقي كان شايف الكورة مش هواية، شايف الكورة مصير. فرق كتير رفضته ومحدش كان شايف انه نجم، ولكن اللي سبق الكل كان كشاف ليفربول، هو اللي قال جملته الشهيرة الولد ده عنيد مش بيتهز. ومن اول لمسة ليه يا صديقي كان باين في الملعب انه مش لاعب عادي. ستيفن جيرارد كان من وهو صغير كان قائد حتى وهو مش لابس شورت الكابتن. هو عنده 20 سنة يا صديقي ابتدى ستيفن جيرارد يلمع، ابتدت الناس كلها تشوف ان هو قائد حقيقي لنادي ليفربول. عشان تشيلسي يا صديقي ما يقدمش عرض واحد اللي هو يشتري جيرارد، لا ده قدم عرضين. عشان تيجي 2005 يا صديقي بعد نهائي اسطنبول الكل يفكر ان خلاص ستيفن جيرارد هيلبس الازرق، ولكن ستيفن جيرارد يرد ويقول انا مش بلعب في ليفربول، انا بلعب في ليفربول. الراجل يا صديقي فضل وقلبه كان احمر لحد اخر نفس ليه، عشان يا صديقي في اولمبياكوس كان ستيفن جيرارد هو المنقذ الوحيد لليفربول ولحقهم من الخروج. بعد كده يا صديقي في اسطنبول كان راجل من حديد، رجع يا صديقي ليفربول من 3-0 ضد الميلان وخد الفريق كله وراه وبقى واقف ظهرهم بيشجعهم عشان يكون النهائي دوت من اعظم نهائيات دوري ابطال اوروبا. ستيفن جيرارد يا صديقي كان بيخاف من ضربات الجزاء، كان بيعمل كده شويه بوز غريبه قبل ما يسدد. جيرارد يا صديقي متجوز واحده اسمها اليكس كوران، اللي انت بتعرفوش يا صديقي ان هي كانت اشهر منه بكتير جدا في بداياته. اللي انت بتعرفوش برضو ان ستيفن جيرارد معاه وسام ملكي ناس كتير ما تعرفش اللي هو معاه. ودلوقتي يا صديقي هقول لك على كام رقم وكام معلومه تقدر تغلب بيهم صحابك على القهوه لو اتسالت عن حاجه لستيفن جيرارد. اكتر من 700 مباراه يا صديقي سجل فيهم 186 هدف مع ليفربول. جيرارد يا صديقي معاه دوري ابطال اوروبا، كاس الاتحاد الاوروبي والسوبر الاوروبي وكاس الرابطه. جيرارد يا صديقي كسب جائزه لاعب العام في 2009 في انجلترا، ودخل يا صديقي في التشكيله المثاليه لفيفا 3 مرات. وعلى الرغم من انه نص ملعب ولكن يا صديقي ستيفن جيرارد هو هداف فريق ليفربول اوروبيا. والسؤال ليك دلوقتي يا صديقي، هل ستيفن جيرارد لو كان راح تشيلسي كان هيبقى اعظم من كده، ولا هي اسطوره جيرارد متفصله مخصوص عشان ليفربول؟ مستني رايك في الكومنتات يا صديقي. ستيفن جيرارد يا صديقي هو مش بس لاعب عظيم، هو ليفربول اللي ما خدش الدوري ولكن خد قلوب الناس. اللي اتقال عليه يا صديقي انه كان بيبكي لما يتعادل، كان بيضحك لما يكون خسران، عشان هو ما تعودش يستسلم. كانت نهاية قصة ولكن كانت بداية أسطورة اسمها ستيفن جيرارد. لو عجبتك الحلقة يا صديقي ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتشوف الفيديوهات القديمة والفيديوهات الجديدة وأي حاجة حلوة كده من عندك هستناها. أشوفكم في الحلقة الجاية، ما تنساش صلي على النبي.